السلام عليكم. شفت واحد الحاجه اللي ضراتني في خاطري. رونالدو لابس القميص الاهلي المصري، وطوتشي لابس قميص الزمالك، ومورينيو حاضر تقول نهائي كاس العالم، وتشوف هذا هو حال الدربي ديالنا. غادي في الخسران حمادي. على اين هذا نايل العناوي، ولد لاعبتين السابق العناوي. يسحاب لي حنا اغبياء وما تنفهموش هي طايره. بزاف ديال الناس ما عارفينش باللي كان في اللائحه ديال الركراكي اللي غادا لكاس افريقيا الكوت ديفوار، ولكن اللاعب اعتذر بحجه انه بغى يضمن راسو كما كان اساسي في الفريق ديالو اللي ماشي هو مارسيليا ولا ليون ولا باريس سان جيرمان، تيلعب مع فريق عادي اللي هو لونس. وللامانه اللاعب تقدم اداء زوين. المهم الركراكي بلعها بجغمه ديال الماء وقال باللي اللاعب خايف على بلاصتو، وملي ما قالش مازال ما اختارت المنتخب اللي لعب معاه فيعني انه مغربي قح وما فيها باس نتعاونوا مع الشباب. حتى لا التوقف اللي اعتذر فيه من جديد بحجه انه بغى يركز مع الفريق ديالو، وهو صراحه بغى يلعب مع منتخب فرنسي اولمبي في الاولمبياد المقرره في باريس، ومن بعد يلعب مع المنتخب الاول الفرنسي. يعني تيلعب ما بين هنا وهنا، تيقول فرنسا راني كنتسنى، وتيقول المغرب راني معاكم غير تسناوني شي شويه. وانا نتفكر مقولات الركراكي اللي كان قال فيها اي لاعب قال ليه مازال ما اختاريت ما غاديش ينادي عليه ما حدو مدرب للمنتخب. عرف بزاف دابا تفكروا ابراهيم ديازو المسلسل ديالو، ولكن هذاك حاله خاصه. خلاصه القول في مركز العناوي ما عندناش خصاص، وحتى كونجا كان خاصو يتقاتل على مكان اساسي ديالو واللي غير مضمون. وميسا الصغير الواحد يكون راجل ويقولها من الاول انا بغي نلعب مع هذا المنتخب ولا هذا المنتخب، وقبل منه كالعادي الرامي افلاي فلايني والقائمه طويله، ولا عمرنا حقدنا على شي واحد حيت كان امن بدا المنتخب كبر من اي واحد. وتعلمنا من هاد كاس افريقيا اللي هي واخا يكون عندك المنتخب عامر بلاعبين من اوروبا، هادشي ما يضمنش لك النتيجه ايجابيه. داكشي علاش غير مأسوفون عليك. ديكولاس